السلام عليكم اخوان الرياض، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد السيمانه كيف ما شفتوا الجو كان شويه عيان، كاين الريح بزاف. البحر هايج، يعني ماشي لي كونديسيون ديال الصيده، ماشي ديال السبينين بعدا. الدراري كاين اللي قصر، صحاب البيلوطا وصحاب السيرف كاستينغ، الدراري قصروا تبارك الله. مي انا فضلت نبقى في الدار، نقاد الماتيريال ديالي وندير هاد لا فيديو بارطاجي مع الرياض يلاه باغيين يشريو ماتيريال وباغيين يشريو سيرتو قصابي ديال الصيد. ما عندهم حتى شي درايه على القصبه كيفاش يعزلوها. بغيت نبارطاجي معاهم لي زانفورماسيون اللي كنعرف، المعلومات اللي عندي وحتى القصب اللي عندي، ونعطيهم كيفاش يقدروا يعزلوا القصبه الاولى ديالهم. يعني حاليا في المارشي كاينين جوج انواع ديال القصب اللي كيتباعوا بزاف عند الناس، عند صحاب الماتيريال ديال الصيد. كاينين قصبات اللي مصاوبين بالكربون، وكاينين قصبات اللي مصاوبين فيبر دو فير. انا غادي نوريكم وحده مثلا بحال دابا هادي قصبه كربون. دونك غنهضروا بعدا على لا ماتير باش نصاوب القصبه، كيفاش تعرف تفرق بين كربون وفيبر دو فير. وغنهضروا من بعد على لي طاي، لا طاي ديال القصبه، كيفاش تعزل لا طاي اللي غادي انت تناسبك في التقصير اللي غادي تقصر به. وعاد نشوفوا تفاصيل اخرى بالنسبه لاكسيون ديال القصبه. وكنظن هادو هما الاساسيات اللي خص الواحد يعرفهم في البدايه. بحال دابا هادي الرياص، هادي قصبه كربون. كربون هو واحد الماده اللي كتخلي القصبه تكون خفيفه وتكون عندها لا بريسيزيون في اللونسي. والفيبر دو فير هو واحد الماده اللي كتخلي القصبه تكون صحيحه، ولكن ما كتكونش عندها لا بريسيزيون بحال الكربون، وما كتكونش خفيفه بحال الكربون. هذا هو الفرق تقريبا اللي كاين بيناتهم. والاغلبيه ديال الرياض اللي يلاه بادين كياخذوا فيبر دو فير. علاش؟ حيت صحيحه كيف ما قلنا، يعني طاحت ليك تضربات ليك ولا شي حاجه ما كتهرش دغيا. وثاني حاجه كتكون خفيفه في الثمن، يعني الثمن ديالها مناسب بالنسبه للكربون. كربون شويه زايد عليها في الثمن. الور كيفاش غتعرفوا بين كيفاش تقدر تعرف بين قصبه كربون وقصبه فيبر دو فير؟ بحال دابا هادي كربون الاغلبيه ديال القصابي جداد يلاه خارجين كتكون مكتوبه فيهم. يعني شتو، معرفتش كيبان لكم مزيان، نحاول نشوف واش غيبان لكم. بحال دابا هنايا هادي راه مكتوبه فيها كربون هنايا، ما نظنش واش كيبان مزيان. على ايين سوا كتكون مكتوبه، الا ما كانتش مكتوبه كيكون فيها واحد الاشاره، كتكون في القصبه واحد الاشاره ديال بحال شي غمامه فيها الرعد، ضرب فيها الرعد، وكتكون مكتوبه حداها وارنينغ. هاد الاشاره هادي الا شفتيها في القصبه عرفها راه كربون. يعني هادو هما الحوايج اللي كيوريوك واش القصبه كربون ولا لا. ثاني حاجه الخفه ديالها. كربون كيف ما قلت لكم ديما كتكون خفيفه، يعني القصبه شحال ما طوالت، شي واخا تكون فيها حتى 5 متر 4 متر ونص 5 متر ديال السيرف كاستينغ مثلا، غتكون فيها واحد 400 غرام 450 غرام، يعني ما كتفوتش نص كيلو. فيبر دو فير كيكونوا شويه تقال. هادشي كيفاش تفرقوا بيناتهم، يعني الخفوفيه. والواحد يشوف الا كانت مكتوبه راه عندك المعلومه، ما كانتش مكتوبه كتهزها وكتشوف واش ثقيله ولا لا في اليد. هادي اول حاجه. بحال دابا هادي كربون، نوريكم واحده اخرى عندي فيبر دو فير. هادي اول قصبه بديت بها، كنت كنقصر بها في الواد. فيبر دو فير ولكن صغيره، فيها 3 ديال الطروفه 3 غرام. وهذه باش شديت اول حوتات صراحه في الواد. واهم حاجه عند الريس المبتدئ الدراري، الواحد ما يقصحش راسو، يعني يبدا داكشي اللي قسم الله، البيدجي اللي عنده يتوكل به على الله، ياخذ قصيبه كيف ما كانت يتعلم فيها. ومن الافضل ياخذها فيبر دو فير يتعلم فيها، وعاد من بعد ياخذ قصبه ما احسن. هذه الاخوان هذه فيبر دو فير، هاي قصيبه صغيره، هذه فيها 2 متر و40. مزيانه الواحد يبدا بها. ها هي هانتوما الاخوان، قصيبه نقيه قاصحه، دير كلات معايا العصا وتعلمت فيها وما عمرها تهرست حتى نتوما راه شبعانه ضرابي. ولكن كيف ما قلت لكم، اللي مزيان هو الواحد ياخذ قصبه على قد جيبو يتعلم فيها، ياخذ فيبر دو فير باش حتى لا تضربات ليه ولا طاحت ليه ولا شي حاجه ما تهرش ليه. ماشي الواحد غيمشي انفيستي في شي قصبه غاليه يبدا يتعلم فيها وتهرس ليه ولا تحل ليه ولا شي حاجه ويولي حاقد
يمشي لوحه ويريح. اللهم الواحد يبدا بشويه بشويه يتعلم شي حاجه اللي الصح، ومن بعد يبدا انفيستي بشويه بشويه. الوغ هضرنا على الفرق بيناتهم. بحال دابا هادي ما دايرينش فيها شحال فيها في البوا، ولكن خفيفه صراحه. دابا صغير لاطاي ديالها صغيره، دونك الرئيس الا باغي يعزل القصبه خصو يرتب بها لا ماتير، يشوف واش فيبر ولا كربون. عنده باش يشري كربون وباغي انفيستي في قصبه كربون من الاول، توكل على الله. ما عندوش يقدر يمشي يا للسوق، راه كاينين سواق صحاب البار وداكشي اللي كيكون عندهم بعض المرات قصابي زوينين بثمن مناسب جدا. الا دخلتوا لاشين ديالي وشفتوا فيديوهات القدام راه غتلقاوني درت واحد الفيديو ان شاء الله غنبدا نبارطاجي معكم خريجات بحال هكا، باش المبتدئين اللي ما عندهمش بيدجي باش يشريو قصبه بثمن يقدروا يمشيو للسوق يبداو يشريو قصبه قديمه يتعلموا فيها حتى هما يديروا الهوايه ديالهم. دونك قلنا لا ماتير والطول هادو هما اهم حاجه في البدايه يعرفها الواحد. بالنسبه للطول الاخوان، الا كنتو غتقصروا سبينينغ، قصابي ديال السبينين راه باينين، يعني كتقدر تاخد قصبه تقريبا من متر و 80 حتى ل 3 متر و 60. هذا هو الطول اللي كيقصروا به اغلبيه ديال الناس ديال السبيني. والطوله كتعزلها على حسب المصيد اللي غتلعب فيه. يعني كان مثلا حداك البحر وشفتي الدراري كيقصروا فيه وبغيتي حتى انت تبدا تقصر في هذاك البحر، كتمشي كتشوف اناليزي، شوف الناس باش كيقصروا، واش كيقصروا بصابي طوال ولا قصار. سبيني بصفه عامه هذا هو الطول اللي كياخذوا الناس، يعني من متر و 80 حتى 3 متر و 60. انا شخصيا بديت بهذه في الاول، قصرت بها في الاول وقصرت بها حتى في البحر، هذه فيها 2 متر و 40. الا كنتي مثلا غتقصر من الصخر كيف ما كنلعبها انا مثلا، غتدخل عندك الصخر كتوقف فوق الصخر ومنك للبحر، راه 2 متر و 40 حتى 3 متر و 30. الله يجعل شي بركه. كنتي غتلونسي من البحر غتشوف ريح في الرمله مثلا في الكوشطه ولا في الرمله وغتلونسي، يعني عندك مسافه باش توصل اللور ديالك للماء، غتاخذ واحد 3 متر و 30 حتى 3 متر و 60. بحال دابا انا مؤخرا يلاه خديت واحد 3 متر و 60 3 متر و 30 باش نيت نبدا نقصر حتى انا من البحر ولا من الصخر. الا كان قدامك الصخر وبغيتي تلونسي من موراه، يعني الطوله ديما كيعزلها الرئيس على حسب المصيد اللي غيلعب فيه. كان مصيد اللي قريب لك الماء كتاخذ قصبه قصيره، كان مصيد اللي بعيد عليك الماء وبغيتي تلونسي بعيد كتاخذ قصبه طويله. هذه هي اللوجيك ديال العزله ديال الطول. بارطاجي معكم قصيدات اللي عندي الاخوان. هذه شي بصراحه هاد الصغيره بعدا هذه كتجيني انا حلوه في الواد، كربون صغيره محكومه في اليد، كتقصر بها كتحس بالدقه، الا ضرب عليك الحوت كتحس بدقه دغيا دغيا. هذه ديال الواد 2 متر و 10. حاجه اخرى اللي مهمه فاش تبغيو تعزلوا القصبه ديالكم كنتو غتقصروا في الواد، كنتو غتقصروا على الحوت الصغير مثلا، بغيتو غير باش تتعلموا، عندكم لاكسيون شنو هي؟ لاكسيون هي اللي كتخليك تعرف شنو هو اللور اللي غادي تلونسي به. بحال دابا هذه ما عرفتش واش كيبان، المهم انا غنحاول نشرح لكم في نفس الوقت نوريكم. هذه فيها 10 35 غرام. اي قصبه زيتوها شوفوا شحال فيها في لاكسيون كتخليك تعرف شنو هو اللور اللي غادي تلعب به، حيت كاينين دي لور خفاف وكاينين دي لور ثقال. بحال دابا هذه 10 35 يعني ما يمكنش ليا نلونسي بشي لور فايت 35 غرام. كنتو غتلعبوا في الواد، راه الاغلبيه ديال الناس كيقصروا بدي لور خفاف حيت الواد ما فيهش الكورون بحال البحر. الا كان الجو زوين تقدر تقصر 5 غرام 10 غرام 15 20 حتى 35. نعطيكم فكره. بحال دابا هادو مثلا، هادو دي لور اللي خفاف، هادو ديال الواد كنقصر بهم حتى في البحر الا كان الجو زوين. هادي راه فيها تقريبا واحد 10 غرام، تلونسي بها طرونكيل بهاد القصيبه الصغيره. نعطيكم مثال اخر. بحال دابا مثلا هاد اللور سوبل راه معروف كيعرفوه الرياس اللي كيقصروا سبينينغ بزاف، راه تبارك الله دار المفعول ديالو والناس بزاف شدوا به الدرعي. هذا فيه 25 غرام، كاين خوه فيه 30 غرام. هذا تا هو نقدر نلونسي به بهاد القصبه حيت فيها 10 35. انا بصراحه هادو هما لي لور باش كنقصر، ما كنتقلش بزاف، باقي ما خديتش لي لور اللي تقال. مي كاينين الدراري اللي كيقصروا بليجيك واحد لي لور اخرين حتى هما اللي كيكونوا تقال، والاغلبيه لي لور تقال كتلعب بهم في البلايص اللي كيكون البحر مخلوط فيهم وكاين الكوران بزاف. المهم هاد المساله ديال لي لور غندير لكم عليها فيديو اخر ان شاء الله. دابا نبقاو في القصبات كيف ما قلت لكم، الطوله لا ماتير باش نصاوب القصبه، وشنو اخر، طوله ولا ماتير
ولاكسيون شحال فيها، شنو هو اللور اللي تقدر تقصر به. هادي 10-35. هادي في 3 بران راه فيها 2 متر و40 كيف ما وريتكم قبيله. هادي حتى هي عندها نفس لاكسيون جو بونس كنظن حتى هي بحالها 10-35 2 متر و40. ها هي مكتوبه، يعني هاد المعلومات كيكونوا مكتوبين في القصبات. كاينين بعض القصابي الا كنتو غتشريهم من السوق مثلا كيكونوا ما مكتوبش فيهم، يعني واحد يتوكل على الله فهمتي. الا كان غيقصر غير في الواد راه يقدر ياخذها واخا ما تكونش مكتوبه فيها وتجرب. كان واحد باغي يقصر في البحر وغيشري قصبه جديده راه كيقلب القصبه وكيشوف واش مصاوبه وشحال فيها في الطوله وكيشوف الرايس اللي غيشري من عنده، كيعطي كاع هاد المعلومات وديك الساعه هو كيقرر. هادي اخر قصيبه خديتها الاخوان. قبل منها كانت عندي هادي خديتها، هادي حتى هي ديال الواد بحال دابا. هادي كاربون، هادي كربون ولكن خص هادي سبيسياليتي ديالها لا كارب، واحد النوع ديال الحوت. هاديك خديتها شحال هادي من ديكاتلون فري كارب. هاديك صباب صاوبينها خصيصا واحد النوع ديال الحوت، فيها 3 متر و60 ولكن خفيفه. يعني هنا عاوتاني كتبان لكم الفرق ديال الكربون في الخفه، يعني كتقدر تلونسي وتبقى تشاد القصبه ديالك اللي كنتي غتبقى سامر، ما غاديش تعيق يديك. هادي 3 متر و60. هادي دوزت معايا الحرب ولقيتها. هادي هي اول قصبه قصرت بها من بعد هذيك ديال الواد. هادي راه ديال سوف كاسين، هادي فيبر دو فير. هادي راه الضرب اللي فيها يقولوا لكم علاش مزيان الفيبر، يعني كتقدر تتعلم فيه ويقدر يدوز عندك. هادي راه ضاربه شي 7 سنين ولا كثر كاع واقيلا. فيبر دو فير الله يعمر ليها الدهر. لا مارك كوبرا فيشين راه معروفه، ما كنديروش اشاره الدراري، انا كنبارطاجي معكم القصبات اللي بديت بهم. هادي راه فيها 5 متر وعندها 3 ديال الابره، 3 ديال الطرافي، ها 3 ديال الطروفه، 3 برا 5 متر. هادي ديال لونسي، الناس اللي باغيين يلونسيو يحطوا القصيبه ديالهم في السيبو ويتسناو الضرب ولا يسمر عليها شويه من الفوق. غير هو كيف ما قلت لكم فيبر دو فير ثقيل، يعني الا بقيتي شادها سامر عليها كضرك يديك. ديرها فيها 5 متر، عندها لاكسيون 200-300 غرام، يعني شحاط فين ما بغيتي. تقدر دير ليها قميمات تقال وتشحاط كاع. الا بغيتي تفلق شي عوه خذ راحتك. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك فيبر دو فير كنصح به المبتدئين اللي باغيين يبداو وما خايفينش على القصبه ديالهم، يعني يقدر يمرمدها تبقى صابره معاه. هادي راه كلات العصا وباقا الحمد لله ناضيه. وهذه هي الاخيره اللي خديتها الدراري، هذه ديال سبيني. انا سبيني بديت الصراحه من الصغر، بديت كنتعلم شويه بشويه ودابا وليت كنمشي لبعض المصايد اللي فيهم انت واقف فوق الصخر وقدامك الصخر، يعني كيكون حداك واحد المصيد صغير ومن موراه كاين الصخر ومن موراه عاوتاني كاين مصيد اخر، يعني باش نقدر نشحط حدايا ونشحط من مورا الصخر اللي قدامي. خديت قصبه اخرى. شي باش نصحوني واحد الرياض دراري صحابي تا هما الله يجازيهم بالخير، نصحوني بهاد القصيبه سي بيس لا مارك فورزا 3 متر و30، فيها لاكسيون ديال 30-80 كربون 100% كربون. هاي جاي فيها هذيك الاشاره ديال الكربون وخفيفه، تكون فيها شي 300 غرام ولا 350 غرام. هذه هي القصبه ديال السبيني، خصها تكون اخف ما يمكن. الموليني ديالها حتى هو كيكون موليني صغير خفيف. وهذا هو السبينين الاخوان. وكنظن هادو من المعلومات اللي كنت باغي نبارطاجي معكم. اذا كانوا عندكم اسئله الدراري شي حاجه ما عرفتوهاش مرحبا، يعني هاد القناه كيف ما قلت لكم الهدف ديالها هو نحفز الناس ديال اللي باغيين يبداو، نبين لهم بان المبتدئ حتى هو يقدر يبدا ويقدر يوصل. يعني حتى انا يلاه بديت سبيني وان شاء الله غتبقاو غادي معايا دقه دقه حتى تشوف فين غنوصل. ونتمنى حتى نتوما تموتيفاو وتبداو الهوايه ديالكم. حتى جيتو اي حاجه كيف ما قلت لي كومونتير، خليو لي كومونتير غنحاول نجاوب كاع الناس اللي كيسولوني. وما كرهتكمش تابوناو باش تكبر العائله. ولا بغيتو توصلكم فيديوهات جايين بيان سور اكتيفيو الجرس. وهذا ما كان يا اخوان، نتمنى تكون الفيديو فاتكم. تهلاو ليا في راسكم وخرجوا تصيدوا الدراري. السلام عليكم.